هو إبراهيم نصر النخيلي نسبة إلى مركز النخيلة من محافظة أسيوط، لكنه ولد بحي شبرا بالقاهرة لأن والده جاء من الصعيد للعمل بالقاهرة، فقد كان مقاولا معماريا. عندما صار عمره قرابة 10 سنوات بدأ في تقليد أقربائه وأصبح المقلد والكوميديان الذي يضحك العائلة. وفي المدرسة ترأس فريق التمثيل، وكان أول عمل مدرسي كبير له هو مسرحية بمدرسة عثمان ابن عفان بحي شبرا، وهو متزوج وعنده ولد واحد اسمه عماد. حصل على ليسانس الآداب عام 1972. وفي أحد الأيام التقى بالشاعر والمؤلف بخيت بيومي الذي أقنعه بالذهاب معه إلى التلفزيون لكي يلعب دورا دراميا في برنامج تقدمه الراحلة أماني ناشد بعنوان عزيزي المشاهد، وبالفعل تم